اللي عنه يا سيد الرجاله. معلش يا اختي، اصل غسيلك ما بيعجبنيش. خير؟ من على الباب كده. معلش، اصل زي ما انت شايفه كده الشقه مكركبه وعايزه الحق اغسل الهدمتين قبل ما الشمس تنزل. يا هنات، عايزه الجمعيه؟ لا يا حبيبي، جمعيه ده ايه؟ انا جاي اعزمك على فرحي على الاسطى فرغالي، بس خايفه بقى يومها يبقى عندك غسيل. لا ازاي، هجيلك طبعا، ده انت اخت عزيزه، ربنا يهني سعيد بسعيده. بصراحه كان نفسي اردها لك، بس نعمل ايه بقى؟ السنيوره اللي كان عليها العين طلعت أكشة وفتحتها بجلاجل. أنا مش عارفة إيه اللي حصل لبناتي اليومين دول. سبحان الله، بقى دلوقتي عزه سريت على كل لسان وانت. أنا أشرف من الشرف، واللي هيقول غير كده ملوش عندي غير ضرب الجزمة وعلى دماغه. يا حبيبي، أنا لا ليا كليب على النت ولا حد زنقني تحت السلم. تصدقي بالله، انا دلوقتي بس اتاكدت ان فرغالي عمل حاجه سودا في حياته وربنا بيخلصها منه. لا 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 لا، كتير اهزم شويه، ده يا دوبك وش نظافه. اخري هنزل لك 50 جنيه وكمان اعمل لك شغل نضيف، حتى في لون طلع لا جديد. جديد ولا قديم، العروسه طالباه بامبا. زي الفل. تحب نبتدي امتى؟ من بكره. انا هجيب اوضه النوم الجديده عشان تتفرش على نظافه. ايدك بقى على عربون. يا ساتر. اتفضل، ادي 100 جنيه وده احنا مع بعضينا. ربنا يجعل عدم السعد عليك. هم اتكلوا على الله عشان ابقى احسن عليك. السلام عليكم. الف الف سلامه يا حبيبي. سلام يا سيدي ورحمه الله وبركاته. بامبا عم ده الاوضه بامبا، وده من ايه ده كله؟ مش عروسه يعني عاوزنا بيتها على سرير امك؟ سيبك من امي دلوقتي وقول لي هعمل انا ايه. الراجل جالك لغايه عندك وانت اللي ركبت الجحش وقلت لا. عملت لي فيها ال7 رجاله بعد ما جات لك مقشره. يعني هقعد كده يابا من غير جواز؟ انا ما قصرتش في حاجه، انا مشيت معاك للاخر. قول لي عايزني اعمل لك ايه تاني؟ ما انت هتعمل اهو، رايح تتجوز. دور على عروسه تانيه وانا معاك برضه. ما بلاها الجوازه دي يابا. ده انت عيل اتم، هو لا منك ولا كفايه عناد. أيوة يا معلم فرغالي، ازيك يا سلامة؟ كنت فين؟ لا 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 لا، ما بحبش كده. انا لسه لا اتكتب عليا كتاب ولا دخلت لك بيت من اصله. انت هتبداها كنت فين واتاخرتي ليه؟ مش احنا قرينا فاتحه واتفقنا؟ حتى لو برضه لا، انا يا حبيبي لا بحب الحبسه ولا الخنقه. دي ما نفعش فيها لا لزق ولا خياطه. ما بلاش المستعمل يابا. خليك في شغلك يا سلامه. كنا بنقول ايه يا جميل؟ كنا بنقول تعرف طبعي وتمشي عليه. انا جوزي الاولاني اتطلقت منه عشان الكلمتين السم دول. وهو يعني عيب ان انا اطمن عليكي؟ ده انت حتى المفروض تفرحي ان انا بسأل عنك. افرح بحاجه حلوه تدخل عليا بيها، بفسحه حلوه، مش بكنتي فين واتاخرتي ليه. بقول لك ايه يا معلم فرغالي، احنا لسه يا حبيبي على البر. يعني لو مش عاجبك كل واحد فينا يشوف مصلحته. مصلحتي معاك انت يا جميل. انا اتفقت مع النقاش هيجي من بكره يشتغل. بامبا بامبا. تسلم لي يا معلم. بقول لك ايه، مش هتيجي تشوفي العفش قبل ما النقاش يكومه وما تعرفيش تشوفيه؟ اخر النهار يا معلم، هبقى اجي عشان اشوف، بس هجيب معايا اخويا زلط. زلطه اتكعبلنا. الفرده دي مش نافعه يابا. اسم الله. بنت شروق فين؟ بتلعب بره. ومذاكرتها؟ اسم الله عليك، ما خدت الاجازه. صح. طب والواد سعيد بيلعب معاها؟ لا، بيلعب لوحده. طب ما يلعبش معاها ليه؟ الله، يلعب معاها على الاقل ياخد باله منها يعني. انت بتعمل ايه؟ اوعى 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 تخلي الملوخيه تقطع. هو في ايه؟ اطلع لي بره. ها؟ اطلع لي بره بره. ايوه كده. اقعد اقعد هنا. هو في إيه يا راجل انت؟ هتفضل قاعد لي في البيت كده ولا ايه؟ مش بيوضبوا في السيما؟ وهيفضلوا يوضبوا في السينما لغايه امتى؟ وانا مش عرفني. يعني ايه؟ هيقبضوك برضو؟ يقبضوني ايه بس يا عواطف؟ ده قطاع خاص، يعني الشغل على قد الاجره. الله، هيقعدوني في البيت ويقبضوني على الجاهز؟ يا نصيبتي. طب وبعدين؟ ايه يا رب الكريم، ان شاء الله يعدلها يعني. اهو فوت اليومين دول باي شكل، واما السيما تشتغل بقى فرق المرتب هيعوض. ونفوتهم يا اخويا ازاي اليومين دول؟ ده اللي يسمعك يقول البيت مليان خزين.
ده انا بشتري الرز ربع كيلو ربع كيلو. الله، انت هتعددي عواطف، انا هتصرف ان شاء الله استلف. افرضي بوزك عواطف، افرضيه هتلاقي الفرج جايلك لغايه عندك. طب قوم يا اخويا افتح لي الفرج. انت اسماعيل عبد الهادي؟ ايوه. تعال امضي هنا يا اسماعيل. ده ايه ده؟ ده اعلان من المحكمه. امضي الاول وبعدين اقرا بعدين. طيب. اتفضل. خير يا اسماعيل، في ايه؟ ده ابو شريف رافع قضيه لتعديل القيمه الايجاريه، عايز يرفع الايجار. مشرف كانت لمحت لي وانا توهت كده. خلاص احنا ندفع الايجار زي ما هو كده لغايه ما نشوف المحكمه هتحكم بايه. لو حكمت بزياده ساعتها بقى كون رجعت الشغل والمرتب زاد وربنا فرجها. طبعا زعلانه. يعني اقعد بره البيت يومين بليله ولا ترفعش سماعه التليفون وتقول لي انت فين؟ ما انا لما جيت قابلت حوريه وهي حكت لي الحكايه، يعني سالت عليكي. بس انت ما كلمتنيش. ما انا خفت اضايقك، خصوصا ان موضوع البيات بره ده مش عاجبني، الناس هتقول ايه؟ يعني انت كل اللي همك يا اخويا الناس تقول ايه؟ ما انت حتى ما بتسالش اخوك راح فين. مين اللي قال كده؟ الشركه بتاعته اتصلت وقالت انهم هيرفضوه عشان ما بيجيش، رحت واخد محضر التغيب اللي احنا عاملينه ووديته لهم الشركه. الكلام ده حصل امتى يا ولا؟ وليه ما قلتليش؟ ما انت طول النهار بتبقي بره وترجعي تعبانه وتنامي. ما انت بترجع وش الصبح. انا بذاكر مع اصحابي، ولا انت مش عايزاني انجح؟ ايوه ولا كل بعقلي حلاوه. المهم قول لي عملت ايه لما رحت الشركه؟ ولا حاجه، قالوا لي بعد 4 سنين من حقنا يبقى لنا معاش، بس لازم نرفع قضيه ونعمل اعلام وراثه وشهاده وفاه. لا يا ابراهيم، اوعى تعمل كده، اخوك راجع ان شاء الله، اوعى تعمل كده يا ضنايا. يا ستي لو رجع يبقى خير وبركه، ما رجعش يبقى الحي ابقى من الميت. ربنا يرجعك ليا يا سالم غانم يا ابني، ويطمن قلبي عليك يا رب. امر يا كابتن. عينيا. بيسترع انتوا جايين منين بقى بالصلاة على النبي كده؟ بص روحي فجأة يا عين، لقيتني كبرت فجأة يا عين. على فين بس يا حبيبي؟ الفلوس يا روح امك. ودي بالفلوس. يلا استغفر انت على الله. تعملوا عليا صريع كلب. ايه؟ ما ياكلش معايا، وان كان على العمر بعته من زمان. انا قاعد يا مقتول هنا. توكل على الله يا حبيبي. شوف حاجه يجي. ايه ده؟ يا نهار اسود. ايه ده يا مدام؟ ده البتاع ده بيحرق كده ليه؟ سبيرتو هلا سبيرتو عم يحرقك ومش قادر تتحمله، بس قادر تخبط راسك بالعمود. ما نعمل ايه؟ ما انا ساعتها دمي كان فاير، والعيال دخلت عليا دخله روكسي كده ما عجبتنيش، وانا بصراحه ما بحبش اللي يستقرضني او ياكل حقي. بتقوم تجرح حالك هيك؟ مش جرح، مش جرح ده فيلم كده يعني عشان العيال تتهت ويحسوا ان انا بقى واد ايه بايع نفسه. ايه ده؟ عم جورج ماله؟ مالك يا عم جورج؟ ايه تاني بلشا يا رانا؟ يا عم جورج العيال دي سيس ولا ما كانوش اتهتوا من الحركتين دول؟ هدول الشباب زعران بيظهروا بيختفوا فجأة مثل الكابوس. لا بعد اللي حصل ده يفكروا 1000 مرة قبل ما يجوا هنا تاني. استغفر الله العظيم يا عم جورج، انت زي ابويا يا راجل، انا اللي ابوس راسك.
خير يا عماد يا ابني، اول مره تزورنا. وان شاء الله هزورك كتير يا عمي. تآنس وتشرف. عمي انا يسعدني ويشرفني اطلب ايد بنتك. بنتنا؟ مين؟ الانسه عزه. عزه بنتي؟ شربات يا اعتدال. يا اهلا يا اهلا وسهلا. والله العظيم انت من اطيب الناس اللي الواحد عارفهم، ما سمعناش عنك غير كل خير. نعم يا حاج. هاتلنا كوبايتين شاي. حاضر. يا عمي هو مش كان شربات؟ احنا هنشرب بس الشاي الاول. شوف يا ابني. ايه يا عمي انت غيرت رايك ولا ايه؟ لا الحقيقه انا ما غيرتش رايي ولا حاجه، بس شوف يا عماد يا ابني، اللي سبقونا قالوا ان النسب ده زي اللبن الحليب، اي حاجه صغيره قد كده ممكن تعكره. وكان فيه يعني موضوع كده حصل مع عزم من فتره، كنت احب انك انت تعرفه. قصدك موضوع الكليب وعبد الله بن عواطف؟ انت عارف؟ ايوه عارف يا عم. قصدي يعني انت كنت عارفه قبل ما تيجي. ويسعدني ويشرفني اطلب ايد الانسه عزه. السكر على الشاي اعتدال وخليه شربات. لا ياما انا مش موافقه على الجوازه دي. نعم يا اختي، بتقولي ايه؟ سمعيني كده. ده انت تحمدي ربنا وتبوسي ايدك وش وظهر ان في حد جايلك. ما علشان كده انا مش عايزه، ده شايفها جوازه رخيصه وعايزه يتجوزني شفقه. يا حبيبتي يا حبيبتي، انت ست البنات، غيرش هو بس النصيب. ياما عماد سمعته وحشه وكل الحاره عارف. طب ارد اقول لك ايه بس؟ ما هي هتيجي في عبي. بصي يا حبيبتي، في رجاله كتير قبل الجواز بتبقى عينيهم سايخه، بس بعد الجواز ربنا بيهديهم. وفي ربنا ما بيهدهمش، ابقى اعمل انا بقى ايه ساعتها؟ الركعه الست وهي وشطارتها تخليه ما يبصش بره. كان نفسي في حد يخرجني بره حاره دعتش. أستاذ في الشياكة، أستاذ في الدلع، موتني يا ناس بالشياكة وسابني مرمي وخلع. لا 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 لا، في ايه يا باشا؟ في ايه يا باشا؟ لا 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 يا باشا. Почему вы его арестовали? افهم بس. اجيبهولك ازاي يعني باسناني؟ Где твой паспорт? يا عم جورج انت راخر اجيبه ازاي يعني؟ انا الباسبور ده ما Паспорт. في جيبي. Пойдем со мной. Не бойся, я вам все объясню. هاي شو صار؟ معرفش، انا واقف في حل بيه ولا على لقيت الراجل ده جاي راح مكلبشني كده. هيك بدون سبب؟ سبب ايه بس؟ ما انا على طول معاك انت وعم جورج، بروح فين يعني؟ Спасибо, хорошо. بيقول لي ده Извиняюсь. Счастливого. يا نهار اسود، حتى هنا بتكرمش له بارستين. وين ما كان؟ Что творите? Мотоциклисты рассказали про Саида. ايه؟ هول الصبيان تبع الموتوسيكل راحوا بلغوا عنك. يا ولاد الجزمة. Не беспокойся, я тебя буду защищать. Как ты защитил нас. بقول لك ما تعتل هم شيء، هو رح يدافع عنك مثل ما انت دافعت عنه. ايه ده ايه ده؟ انت لابس هدومك كده ورايح على فين؟ هقابلها. اخيرا وافقت انها تقابلني. يا انا فرحان قوي. تعرفي انا نفسي في ايه دلوقتي؟ نفسي يبقى لي جناحين واطير على هناك. طيب تعالى اكل لك لقمه الاول وبعدين نشوف حكايه الطيران دي. لا 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 لا، انا شبعان. انا لا عايز اكل ولا عايز اشرب ولا عايز اعمل اي حاجه خالص الا حاجه واحده بس. ايه؟ اروح اشوفها واقعد قصادها وابص في عينيها
يا دكتور يا دكتور انا نسيت اقول لك انها طلبتك واعتذرت. شيماء اتكلمت؟ انت كدابه. انا طب هكدب عليك ليه؟ يبقى مش عايزه تشوف وشي. اكيد زعلت من الجواب الاخراني. لا هي بس طلبت تأجل الميعاد لبكره عشان عندها برد. شيماء عيانه؟ يعني حاجه بسيطه. لا انا هكلمها في التليفون. افرض بقى باباها ولا مامتها ردوا عليك. هحط السماعه على طول. 3 7 9 6. يرجى التأكد من الرقم وإعادة المحاولة. ايه ده؟ الناس دي اتجننت. بيقول لي من فضلك تأكد من الرقم المطلوب. أنا حافظ الرقم ده زي اسمي بالظبط. معلش بقى ما أنت عارف التليفونات اليومين دول ملخبطة كده. طب وبعدين؟ أعمل إيه؟ أقول لك هكتب لها جواب. صح، اكتب لها جواب وأنا بنفسي هرميه في البوسطة. طب هاتي لي ورقة وقلم. هجيب لك بس بشرط. إيه؟ تاكل الأول. لازم يعني حكاية الأكل دي؟ لازم. حمادة 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 وينك؟ ليه ما عم بترد؟ حمادة حمادة ليه ما عم ترد على التوكي ووكي؟ معلش يا مدام، اصل متضايق حبتين. حبتين؟ شكلهم 10. بعدك مضايقة من قصة الصبح؟ ما الباشا ده شكله بقى عارف طريقي وكل شويه هينط لي. عم جورج يديله، بعد كده عم جورج يزهق، هي خلاص شكلها برمت. مش كل يوم رح تتخانق مع حدا ويروح يتشكى عليك. ازاي يا مدام؟ ده شاف باسبور وعرف ان انا كاسر فيزا. بسيطة هيدي هينة، جورج بحل لك اياها. الواحد ما بيعرف يرد جمال الراجل ده فين. حمادة انت انسان كتير منيح كمان. ربنا يكرمك. بعدك زعلان؟ هو في موضوع تاني كده بس ملوش علاج. ما في شي بالدنيا ما له علاج. شو في؟ حاسس بغربة جامدة قوي يا مدام. وحشتني منطقتي، اصحابي، وحشتني عواطف واسماعيل وواد عماد. ولي اهلك؟ انا كمان اشتقت للبنان، اشتقت لعائلتي ولرفقاتي. طب ليه انت يعني ما فكرتيش تزوريهم مرة في اجازة يعني ولا حاجة؟ هيدي قصة قديمة، انا تركتهم وهربت. هربت من ايه؟ لا يكون عليك اقساط. ولو امال من ايه؟ قصة طويلة، انا نسيتها او بالاحرى عم بحاول اني انساها. بفضل ما احكي بالموضوع. هو انت بقالك كام سنة هنا؟ تقريبا يعني 14 سنة. ده انت لو كنت قتلت قتيل كان اهله سامحوكي. مظبوط، معك حق، بس بتضل المشكلة الصعبة هي جورج. جورج مشكلة؟ دي بقى مش فاهم. أولاً جورج مش ممكن يترك ترمبة البنزين هون. ثانياً معلق فيي كتير، إذا ببعد عنه مدري شو بيصير له. هذا الشيء اللي محسسني إني علقانة بهالمنطقة. بتعرف شو؟ خلينا نروح ناكل تركين جورج لحاله بلا هالأفكار البايخة. والله أنا كنت هقول كده. الحب أجمل حاجة في الدنيا، يخلي الواحد يشوف الدنيا بالألوان، يسمع صوت العصافير، يحب لون السماء. جليلة، انت عمرك حبيتي؟ أنا؟ لو ما كنتيش حبيتي تبقي ما عشتيش. أنا بحب ولادي، كنت بحب جوزي الله يرحمه. لا أنا مش قصدي الحب ده، أنا قصدي الحب اللي يخلي الواحد أخف من الريشة، يخليه يسمع مزيكا محدش في الدنيا يسمعها غيره.
طب ممكن بقى تاكل الاول قبل الاكل ما يبرد؟ بس بشرط تجيبي لي ورقه وقلم واكتب الجواب الاول. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، منورين. الله يخليك يا عم رجب. نجاملكم في الافراح ان شاء الله. ربنا يتمم بخير يا رجب يا اخويا. بقول لك يا عماد، ايه كل دول يا ابني؟ دول اهل الحته وحبايبنا اللي انا حابب يحضروا طلب الايد حسن. ربنا يطول رقبتك زي ما طولت رقبتي. انت راجل محترم وبيتك ده بيت محترم. يا جماعه انا يسعدني ويشرفني ان وادي انا عماد، اسكت انت، انا اللي هتكلم. قول يا ام عبد. بالصلاة على النبي يا رجب، اخونا الصغير عماد جاي يطلب القرب منك في بنتك المصونه والجوهره المكنونه عزه. قلت ايه؟ قلت يشرفني ان انا اقبل طلبك لايد بنتي ده يا ام عاطف. ونعم النسب يا عمده، نسبت ناس طيبين صحيح. الله يكرمك يا عم فرغلي. لا وابننا عماد كمان يشرف مكان ما يكون. ونعم الرجال. طلباتك يا عم رجب. لا انا ماليش طلبات خالص، بيتكو انتوا اللي هتسكنوا فيه، افرشوا زي ما انتوا عايزين، انا اللي ربنا هيقدرني عليه اعمله ان شاء ايه الله. ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الكلام العايم ده يا رجب. لا يا اخويا، اللي اوله شرط اخره نور. مش هنختلف يا ام عبده. اسكت انت مش فاهم حاجه. دلوقتي هما فرحانين وبيقولوا لك زي بعض واي حاجه، بعد شويه هيقولوا لا عايزين ده وعايزين ده. المشروطه مربوطه. بص بقى بالصلاه على النبي كده يا رجب، احنا هنجيب الاجهزه الكهربائيه واوضه، وانتوا عليكم بقيه الفرش ورفايع المطبخ، صح كده؟ ده كده كتير يا حبيبتي، ده الرفايع لوحدها بتقطع. بس يا اعتدال، خلاص بقى يا ام عبده. صلوا على النبي يا جماعه. عليه الصلاه والسلام. انا شاري، واللي هيؤمر بيه ابو عزه رقبتي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. اللهم صل على جمال النبي. زينة البنات والله. رجب كان عامل عشاء ملوكي. انا ما اكلتش لا رز ولا خضار، كلت لحمه وفراخ بس. وكلت مليت بطنك يابا؟ ما اكلش ليه؟ ده زمان الحركه كلها بتتريق على عماد البقف ده. بالعكس، الناس كلها شايفاه راجل رد البنت محترمه اعتبارها. ده ما عندوش دم، ازاي يقبل يتجوز واحده الحركه كلها اتفرجت عليها وهي بترقص وبتتقصع وقلع الحجاب بتاعها؟ ربنا ستار وبيحب اللي بيستر على ولاياه مش اللي يفضحهم. قصدك ايه يابا؟ عايز تطلعني حمار ولا نجدع مني؟ طول عمرك شايفني اخي واحد في الدنيا، هو انا ايه؟ مش ابنك؟ ربنا يعلم انا بحبك اكتر من نفسي، لكن بكره ترستك وتصدير دماغك في الهايفه. خسرت بنت كويسه ونسب طيب. ها؟ خير يا حماد؟ غير ايه؟ مخنوق هطق. ايه يا جدعان، هي دي الخروجه نتمسمر كده يوم الاجازه؟ ما بتحب صيد السمك؟ السمك لكن صيده لا. مش فاهم ايه الحلاوه الواحد يعني يقعد متنح كده لحد ما تطلع له بسريايه ولا ما تطلعش حاجه. شو بدي اعلمك تعلمك. الصيد بيعلم الصبر، بيهدي لك اعصابك وبيريح لك عقلك. بس كمان بيخنق ويخلي الواحد يزهق. ايه يا مدام، ما ترمي السناره اللي في ايدك دي قومي نلعب شويه. ولا ايه يا عم جورج؟ حماده خوتشة إجرات. تفضل، شو بدنا نلعب؟ العب Arautzen aurrigo gokar, itzkeritan gakbirdebi, atzpotzan bobda atzara, datziklaruz birdebi, zabaldaga prindebi, kidelagitzni golia, esa modena goliat, rachitis guli. صباح الخير يا خالتي. عماد صباح النور. خير يا ابني؟ انا جاي اخد عزه اوديها الشغل. ايوه بس عمك راجب. طب خش يا عمي. متشكر. اتفضل يا ابني اتفضل، هو انت غريب؟ تعال اتفضل استريح. اعمل لك بقى شاي بلبن على عزه ما تلبس. يدوم يا خالتي. في يا وليه؟ مين اللي جه الصبح بدري كده؟
ده عماد جاي يوصل عزة الشغل. البس يابا. والله ما انا عارف. صباح الخير يا عم رجب. صباح الخير يا عماد يا ابني. ما تقلقش يا عمي، خلي عزة تجهز، انا هوصلها واجيبها. انت يا بنت لسه واقفه بهدومك؟ ما تخش تغيري، الراجل مستعجل. ثواني ثواني جري. يا عم جورج بقى الله يصلح حالك، احنا مش هناكل في اليوم الاسود ده ولا ايه؟ ها؟ ناكل؟ انت نمت ولا ايه؟ يخدش كوشت. يخدش كوشت. Dajcie właśnie tariołki. هجة البليد يا عم. يلا عم جورج كان هيموتنا من الجوع. معك حق، انا مت من الجوع كمان. ميرسي حماده. على ايه؟ صار لي زمان ما انبسطت مثل اليوم. شفت بقى فوائد اللعب والحركه؟ ده لو عاطف هنا يا نهار اسود، كان زمانها بقى سحبه حله المحشي وكيس الترش فاتحاه في الارض، وعم اسماعيل بقى الطاوله تحت باطه والكره مع العيال، كانت هتبقى معجنه. لقيتك اشتقت لهم كتير. قوي. انا وافقت على الخطوبه دي علشان ما كانش ينفع اقول لا. فاهم يا عزة. اوعى تفتكر ان بحركه المجدعه اللي كل الحاره سقفت لك عليها دي انك عرفت تضحك عليا. تبقي ظلماني يا عزة لو فاكره ان انا عملت كده عشان حد يسقف لي او حتى عشان اضحك عليكي. امال خطبتني ليه وانت عارف اني متعلقه بواحد تاني وصاحبك؟ انت ناشفه كده ليه يا بت؟ عشان ما تفتكرش اني ضعفت بعد اللي حصل. انا حذرتك من عنايات وانت اللي ما سمعتيش كلامي. يعني هي اللي ورا الحكايه دي؟ هيكون مين غيرها حيدر الحنه وليه مصلحه في اللي حصل. وهي عملت كده عشانك صح؟ يعني كل العذاب اللي انا فيه ده انت السبب فيه، فضميرك وجعك فجيت خطبتني مش كده؟ الله يخرب بيت دماغك، طلعتي الحاجه كويسه اللي انا عاملها شكلها زباله. مش ده اللي حصل ولا انا بفتري عليك؟ عزة انا خطبتك عشان حاجات كتير، اولها ان انا بحبك. يا سلام، وقعت انا بقى وسخسخت يا ولاد التعابين. ماشيه انا كده في الدنيا عبيطه وانتوا عمالين بتضحكوا عليا. انا هروح يا ابويا افك الخطوبه دي. تبقي عبيطه يا عزة، استني لحد ما الموضوع يتنسي وساعتها زعقي بقى على صوتك وقولي انا مش عايزاه. ولما انت تسيبيني هتلاقي 1000 عريس يتقدم لك، ساعتها وباخدي اللي يستاهلك. ساعة ما اتقدمت لي استجدعتك، دلوقتي مش طايقاك. انا ما عملتش حاجه وحشه، واذا كانت عنايات عملت كده علشان تغيظني ولا تنتقم منك فانا ماليش ذنب في ده. انا كل اللي انا عملته اني حاولت احافظ عليكي. السلام عليكم. استنى هنا. ايه عايزه ايه؟ ايه اللي انت عامله ده؟ وانت مالك؟ انت مش بتذاكري في اوضتك؟ ايه اللي ميعادك هنا؟ زهقت من الاوضه قلت اقعد اذاكر في الصاله شويه. ليك عندي حاجه يعني؟ لا يا اختي ذاكري. استنى، انت هتاخدني في دوكا؟ ايه اللي ملبسك هدوم حماده؟ ضايقين عليا صح؟ ابراهيم، لو ماما شافتك لابسهم هتبقى مشكله. يعني اسيبهم في الدولاب العته تاكلهم ولا البسهم؟ لما ماما تشوفك لابس هدوم حماده معناها انك بتقول لها ان هو مش راجع. انتوا ليه واخدينها كده؟ طقم حلو عجبني استلفته، ايه بقى؟ بلاش يا ابراهيم، ماما هتزعل منك. مالكيش دعوه بامك وتنيلي على عينك ذاكري. لعلمك بقى انا بقيت متاكد ان حماده ده مش راجع. سلام. خد يا حبيبتي. يا اختي الناس كلها بتقدم حاجه ساقعه. احنا غلابه بنفرق شربات، مش عايزه اوفرتش. هاتي. اعوذ بالله. عبد الله نجح في الدبلون، خد يا اخويا. عبد الله نجح في الدبلون يا حبيبتي، خدي عقبال حبايبك. بس يا واد، عبد الله نجح في الدبلون، خد يا حبيبتي. خد يا حبيبي شربات نجاح عبد الله. عقبال ما تفرحي بجوازه. جوازك انت الاول ونكيد نعيمه. يا حبيبتي عبد الله نجح، خد. مبروك عليكي يا غاليه. الله يبارك فيك. خد يا ام المليان اهو. خد يا حبيبي. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا ام. يا دي الهنا يا دي الهنا يا دي الهنا. خد اشرب يا دسخام. حسام يا ام عبد الله. يا اخويا مش فارقه عقبال عوضك. هدوم يا ست الكل. بالهنا. احلى شربات لاحلى عرايس. عبد الله نجح. الف مبروك يا ام عبد الله. يا حبيبي عقبال عوضك يا انتخ.
بصراحه بقى الواد عبد الله ده عايزين نعمله ليله كبيره، نجيب له فيها مطرب ورقصات ونفرح بيه، ولا على ايه؟ ما هي الحاره اتملت رقصات. انت بتقول ايه يالا؟ ايه يا عم؟ هدي اعضائك، حد كلمك؟ انت هتسخن علينا؟ ودوس على رقبتك بالكاس طالما مش مؤدب. ايه يا عم انت في ايه؟ هو اللي على راسه بطحه ولا ايه؟ ده انا اللي هفضحك. زيادة عسل ولا عبد الله اللي بيحصل على قليل الادب ويتربى. هتموتوا يا عم انت. خلاص يا عم خلاص يا واد. الواد في ايده. سيبني يا عم رجب اخد حقي. خلاص بقى يا عماد اكبروا يلا. اقسم بالله لو قلت الكلام الفارغ ده تاني لاكون شقاك نصين. الحقني يا عم رجب هيموتوني. اسكت عشان خاطرك انت يا عم رجب. خلاص يا ام عبد الله. جهاد اتأخرتي ليه؟ هو انت دايما كده؟ اعمل ايه بس يا ام حماده؟ برجع من المستشفى زي المكوك، اجري اخلص اكل العيال واغديهم، واجري علشان انشر الغسيل، واجري عشان البس والحق اجيلك، واجري ورا المشروع عشان ما اتاخرش عليكي. بس كفايه جري، قطعتي نفسي من كتر الجري. قولي لي هو عامل ايه؟ لا الغزاله هاديه وزي الفل، عملت له الجيلي بتاعه بس لسه ما بردش، لما يبرد حطيه في التلاجة واغرفي لنفسك وكلي. لا انا لسه واكله، بالليل بقى لما اجوع الحق اديله الدواء. طيب اشوفك الصبح على خير. تصبح على خير يا ام حماده. من اهل الخير. يا مصيبتي الحقيني يا ام حماده. في ايه؟ الدكتور شوكت مش في اوضته. ما يمكن في الحمام. ولا في الحمام. يا لهوي يا مصيبتي، الدكتور سيدي هيخرب بيتنا انا وانتي، ده محرج عليا ان هو ما ينزلش في باب الشقه. هتفضلي تندمي، همي شويه ننزل نلحقه قبل ما يبعد عننا، همي. حط دي ورا ظهرك يا حبيبي هتريحك. متشكر يا حماتي. اشرب العصير، ازود لك سكر؟ خلاص يا اعتدال، شوف وراك ايه. حاضر يا اخوي. ما كانش له لازمه اللي انت عملته مع سلامه ده. كان لازم ده يحصل عشان محدش يبص لها تاني. اللي انت عملته ده هيفتح لنا باب مشاكل. بالعكس احنا كده بنقفله، كده مفيش حد في الحاره هيتجرأ يقول لها كلمه ما تعجبهاش. اللي انت عملته ده يا ابني مش هيسكت حد، جايز يخلي الناس ما تتكلمش بصوت عالي انما الناس برضه هتفضل تتكلم. انا كان يهمني محدش يضايقها. انا كنت شايف انها تقعد من الشغل ومحدش يشوفها احسن. يعني نحبسها في البيت عشان كلام الناس؟ انا هوديها واجيبها كل يوم وخلي حد يكلمها في الحاره. ياما العشاء ياما، ولا تسيبي خطيبي من غير ما يتعشى؟ العشاء يا معزة، مش هننزل الراجل جعان. ايه اللي جابك دلوقتي يا اسماعيل؟ يا سلمى ما اشتغلتش؟ انت بتكنسي بالليل يا عواطف، انت مش عارفه ان الكنيس بالليل يجيب الفقر. هو في ايه؟ انت بتعلي صوتك عليا؟ ايوه علي صوتي عليك يا عواطف، هو انا مش جوزك؟ مش راجل انا ولا ايه؟ انت اللي شكلك نسيتي نفسك عشان ما انا سكت لك. حاضر يا اسماعيل، بلاش الكنس، ولو اني يعني شبكه في المقشه ابره وخيط كمان. ولا ابره ولا خيط. حاضر يا اخوي حاضر، تعالى بس كده استهدى بالله واقعد وارتاح، اقعد بس. اعمل لك شاي ولا اجيب لك لقمه تاكل؟ مش عايز حاجه. ايه اللي مضايقك؟ مفيش. لا في. هتخبي على عطوفه مراتك وحبيبتك؟ رفدوني يا عواطف، ارتحتي؟ جابوا مكان جديد من اللي بيشغل مبينة الفيلم على بعضها، يعني مش محتاجين صنايعي ولا واحد عنده خبرة، ورموني بقى مع المكان القديم. ولا يهمك يا اسماعيل، رزق على الله مش عليهم. وهنعيش ازاي يا عواطف؟ تدابير على الله. هقوم اعمل لك شاي. لا انا عايز امدد شويه. طب يلا قوم نام في اوضتك. لا انا هفرد طولي على الكنبه هنا، بس انت بتطفي النور عليا. حاضر. انت شلتني من 7 أرض وطلعتني السما. لا مش قوي كده. ما تضحكنيش، بضحك بصوت عالي وكريمه نايمه جنبي.
اخس عليك، قلت لك ما تضحكنيش. لو صحيت مش هعرف اكلمك. ايوه طبعا عايزه اكلمك، امال متصله بيك ليه؟ يمكن صعب عليك اصحاب شركات المحمول قلتي تنفعيه. بس بقى قلت لك ما تضحكنيش. طب اعمل لك اذا كان انا دمي خفيف. ها كنت عايزه تكلميني ليه؟ عشان اشكرك مثلا. تشكريني بس؟ عايزه انا عايزك تسيبي لي نفسك لحد ما تقعي في غرامي. ده غرور بقى ولا ايه؟ ده مش غرور، دي ثقه في النفس. اصل الواحد لما يكون بيحب حد قوي لازم في الاخر الحد ده يحبه. حد ولا اتنين؟ حد واتنين وتلات. اديك انت اللي بتهزري، ما تقوليش في الاخر بقى انك بتضحكني. حرام عليك يا عزة، مش عارفة انام من صوتك. يا اختي ما هو كان عندنا ومتعشي وطلع عيني مع عمك في المطبخ، لازمته ايه بقى الكلام ابو فلوس ده؟ عاجبك كده؟ اهي كريمه صحت. بيسلم عليك يا كريم. سلمي لي عليه وقولوا له صباح رباح يا عماد، عايزين ننام بقى. ميرسي على هالنهار الرائع. ده انتوا اللي صاحبكوا حلوه. يا أستاذ نيتشيو نيمتاسكو يجيزوش. بقول لك اترك كل شيء بالسيارة، بكرة بننزلهم لأنه هو كثير تعبان بس مبسوط. تعبت من ايه؟ ده انت كنت واقف جون يا عم جورج. جون؟ لا أنت خليت حدا يرتاح، يلا أنت نزلت تحمم ونام، بكرة عندك وعي بكير. طب خشوا انتوا ريحوا عشان الحاجات دي ممكن تزفر العربيه، دخلها الجنينه وانزل على طول. طيب يلا. ليلتكم ورد على عسل ابيض. بشلي